ده كده يا حبايبي، انا وريتهولكم قبل ما نيجي نغسله. شوفوا بقى ما شاء الله عامل ازاي. انا نضفته وقشرته كده شطفته بس بميه، حاجه بسيطه بس كده عشان التراب والحاجات اللي كانت فيه، وهنقعه في شويه ميه وهقول لكم انا هعمل فيه ايه. تمام. بالنسبه بقى للعروش دي، العروش دي بتبقى طعمها جميل جدا جدا، يعني انا عندي الولاد بيحبوها في البيت، فبحاول اخزنها مع اللفت كده بتطلع حلوه جدا. انت مش عايزاها ولادك ما بيحبوهاش عادي خالص، بس انا باخد منها كام حاجه بسيطه خالص، مش باخد كل العروش، انا باخد بس كام واحده فيهم كام عرش، والباقي ما باخدوش. والباقي بقطعه زي ما انتم شايفين كده، بقطعه، والحته دي برميها، اللي في الكوس اللي في الاخر دي بنضفها، وانا بقطع واوريكم التقطيعه بتاعته بتبقى عامله ازاي. كده انا خلاص زي ما قلت لكم، انا قشرته وشطفته بشويه ميه، وهنقعه بقى في الميه، وهسيبه مثلا ربع ساعه ولا حاجه، وبعد كده ايه هرجع لكم تاني. دول حبايبي بنجرتين علشان الليفت زي ما قلت لكم، هنغزلهم الليفت، وهقول لكم هنعمل ايه دلوقتي في كل حركه احنا بنتحرك فيها، هقول لكم احنا بنتحرك فيها ايه. البنجرتين دول انا قشرتهم وغسلتهم كويس، وهبشرهم وهوريكم هنقول لكم هنعمل لهم ايه. بصوا حبايبي، دول البنجرتين اللي انا عملتهم بشرتهم، فانا هحطهم في ميه. دول لترين ميه سخنه مغليه، الدخان بتاعه قدامكم، لترين ميه مغليه. هسيبهم هقلبهم كويس، وهسيبهم ايه لما يبردوا خالص خالص خالص، وهنرجع لهم تاني واقول لكم احنا هنعمل ايه دلوقتي، ونرجع لهم تاني. انا طبعا ده كده بعد ما غسلتها وخليتها زي الفل، ونقعتهم في ميه شويه لمده ساعه. تمام. فانا هوريكم بقى انا بقطعها ازاي، وهقول لكم هنكمل ازاي. اولا في حته الجزء ده انا بقطعه كده خالص. بصوا يا جماعه، انا هقطعها قطعه والدتي وستي والناس الكبيره بتاع زمان، ايام زمان، والجماعه بتاع زمان فلاحين. ودي كمان اهو تاني اهي. شايفينه بيبقى عامل ازاي؟ زي الجمهور، زي الفل، جميل جدا. بيبقى كده يا شباب، بيبقى كده. شايفين عامل ازاي؟ شايفين حلاوته وجماله ازاي؟ والواحده منهم ما شاء الله قلبها طري وجميله وزي الفل. هكمله تقطع واوريكم في الاخر انا هعمل ايه. بصوا حبايبي، دي كميه اللفت اللي انا قشرتها وقطعتها، بس طبعا يعني ايه ما كنتش هينفع اخليكم كلها معايا لما اقطعها. انا حبيت بس اوريكم التقطيع بتاعها. تقطيعها اهو السمك ده، شوفوا ما شاء الله نضيفه وعامله ازاي. تمام. في حاجه كمان انا قلت لكم عليها وانا في اول الفيديو، انا بحط العروش دي لولادي بيحبوها في قلب بغسلها وبنضفها وبقطعها وبحطها في قلب في قلب اللفت. هنا انا قلت لكم ان انا بشرت بنجرتين وحطيتهم على 2 لتر ميه سخنين، وهي دلوقتي بردت. تمام. هنحط لكل لتر ميه ربع كوبايه خل. انا حاطه لترين، هحط نص كوبايه خل، ونقلب. وهحط لكل لتر ميه معلقه سكر صغيره، معلقه سكر صغيره كده. حطينا ايه معلقتين. تمام. نشيل البلانشه دي خالص. بصوا بقى على اللفت اهو.
نسقي ونحتاج هنزود ونعمل لتر تاني على حسب الكميه ما عندي ما تاخد. متقلقوش مش هيبقى لونه احمر جامد، هيبقى وردي، وهتشوفوه هوريهولكم بعد ما يستوي واطلع وناكل منه ان شاء الله، واوريهولكم معايا هيبقى عامل ايه. هنا بقى يا حبايبي الملح بتاعنا عشان نكمله ونظبطه. اللتر الميه بياخد معايا 4 معالق ملح، انا حطيت 3 لتر ميه، 3 لتر ميه، انا زودت نص لتر وده بقيت النص لتر اللي هو من غير بنجر. تمام، انا حطيت كده 3 معالق، ادي كده 4 كده لايه للتر ميه. هنحط 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4. تمام. طيب نحط اللتر التالت 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4. طيب لو انا حبيت اقيس الملح بتاعي ده مظبوط ولا لا، هقيسه ازاي؟ هحط ال3 لتر ميه او اللترين ميه اللي انا عايزاهم او لتر بس انا بصراحه يعني الخطوه دي عدتني ان انا اقولها لكم. هحط اللتر الميه او اللترين الميه، هحط ملح 4 معالق واقلب، واحط بيضه لو انا مش لسه اول مره اعمل او اول مره اخزن، وبحط بيضه بشوفها يا اما نزلت تحت خالص لا اما لو نزلت تحت خالص يبقى هي كده الملح زياده. طيب لو هي طافت على الوش يبقى كده الملح قليل. طيب لو هي بانت حاجه بسيطه خالص وعمت في الميه يبقى كده الملح بتاعي مظبوط والمخلل بتاعي يطلع مظبوط. ده كده الكادر النهائي لي او اخر حاجه انا خلصتها، وهتشوفوه ان شاء الله هوريهولكم بعد ما يستوي، وان شاء الله تشوفوه هيعجبكم ان شاء الله، وجربوه هيعجبكم ان شاء الله باذن الله. تمام. انا هغطيه بقى دلوقتي وهشيله وهبقى اجيبه لكم بعد ما يستوي واقول لكم هو قعد قد ايه بالظبط. هو بيقعد عندي 7 ايام، بس انا هقول لكم عشان الكميه هتقعد معاكم قد ايه. ما تقلقيش ان هو مش هيبقى غامق، هو هيبقى فاتح ان شاء الله، هيبقى جميل ما تقلقيش. وانا هوريهولك وهخليه ان شاء الله حلو، وهقول لكم لو هو طلع معاكي غامق تعملي ايه، ولو طلع معاكي مش مظبوط، اي حد طلع عمل خزن حاجه وطلعت معاه مش مظبوطه لفت اي حاجه يكتب لي في الكومنتات وانا هقول لكم ايه العلاج بتاعها، ولو طلعت حادقه قولوا لي وانا هقول لكم ايه العلاج ان انتم ممكن تقدروا تعالجوا بيها الحاجه عشان ما تترميش، عشان خساره الحاجات غاليه والدنيا اسعار غاليه على الناس، فربنا يعيننا جميعا. تمام. وكده يا حبايبي ده اللفت بعد 3 ايام بالظبط او 4 ايام بالظبط كده، 4 ايام من خزينه لفت اهو. اللهم بارك، طعمه جميل جدا جدا، ومش قادره اقول لكم على لونه، الكاميرا ظالمه لونه، بصراحه لونه جميل جدا. تمام. واللفت اهو في الطبق. يلا بقى بألف هنا، اشتغلوا واعملوه زي ما قلت لكم. ما تنسوش تحطوا 4 معالق ملح لكل لتر ميه، لكل لتر ميه 4 معالق ملح. ما تقلقيش خالص وامشي على وصفتي وهتلاقيها مظبوطه، بس تعايري الميه، عايري الميه بلتر، ازازه ميه بقى لتر، عندك عيار، المهم ان انت تعايري الميه تكون لتر ميه، وتحطي عليهم 4 معالق ملح، ونفس الخطوات ونفس الخل والحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها في اول الفيديو، وانا هسيب لكم كل المقادير في صندوق الوصف. واشوفكم والقاكم في فيديو جديد، وشير وسبسكرايب واشتراك في القناه ان شاء الله، يعني تدعموني كده، وانا انتوا اسرتي، انا بكبر بيكم.